السلام عليكم الاخوان ديالنا مربين الدواجن. ان شاء الله يا ربي هذا النهار هذا جيت نشارك معكم واحد القطيع ما شاء الله تبارك الله ديال الدجاج الفرنسي. العمر 15 يوم بالضبط. ان شاء الله يا ربي نوريكم هذا القطيع وديروا معنا في التيسير. خوكم هاوي في الدومين، يعني ماشي عندي خبرة ولا شي حاجة، وماشي ولد البادية، أنا ولد المدينة وبغيت نجرب. عندي واحد الهواية، واحد الحب عالم الدواجن، وبغيت بإذن الله نجرب هاد التجربة ديال أنني نقوم بحضانة ديال واحد القطيع كيتكون 240 كتكوت. وإن شاء الله يا ربي نتقاسم معكم التجربة ديالي في هاد الميدان هذا ونشوفوا الريزلتا ديالو إن شاء الله، واش تكون مزيانة، واش هي النسبة ديال النجاح للكتكوت شحال. غنتقاسمو معكم إن شاء الله كلشي من الأول حتى الآخر. وسمحوا لنا إخوان إذا كانت الكاميرا ناقصة الكاليتي. إن شاء الله قلنا بسم الله ودعوا معنا بالتيسير. السلام عليكم الإخوان. إن شاء الله غنوريكم دابا القطيع ديالنا ما شاء الله تبارك الرحمن. واللي شاف شي حاجة الإخوان يدير معنا بالتيسير، وإن شاء الله يا ربي ييسر لنا وتكون الأمور إن شاء الله. المهم كوري هو هذا الإضاءة درتو بهاد الليل هذا، واخا المهم باقي عاد خصني نعلقو طحلي. المهم ماشي مشكل. ودورت الكوري على حسب انه دابا كاين البرد في هذا الوقت، درتلو هاد الميكا هادي. كنت ديالنا فين كاين الاخوان. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا هو القطيع ديالنا. المهم المدينة ديالنا هي على هاد الشكل هذا. قمنا بوضع مصابيح التسخين. عندي 5 صراحة، تهرس لي واحد كنت داير 6، وكنعاونو نمشيو لبهاد البوطة هادي باش كطلق السخانة. هاد البوطاغاز كطلق واحد شوية السخانة كنعاونهم بيها. وهادشي اللي كاين الإخوان. بالنسبة للكسكس ديالنا ها هو إن شاء الله بشاء الرحمن بكامل القوة ديالو، الحيوية ديالو. والسخانة الكسكس مفرغة، واخا مجمع واحد شوية لهيه، ولكن كيبان بأن الحرارة معتدلة. ان شاء الله يا ربي باقي خصني نشري واحد ميزان الحراره باش انني نتعرف على الحراره بالضبط شحال كاينه عندي. وان شاء الله يا ربي يكون الامور كامله مضبوطه. دعونا الاخوان ان شاء الله بالتيسير، والله يكمل علينا بالخير. وغنتقاسموا معكم التجربه الاخوان من الاول حتى الاخر. شنو شحال نسبه النجاح. وبالنسبه للسلعه هذه الاخوان تقديتها مع الاخ مزرعة أبو ريان بجرف الملحة. والمعاملة ديالو لعمرها سلعة، والسلعة نقية، ما شفناش يعني شي حاجة، شي أمراض ولا شي فلوس مريض ولا شي حاجة. إن شاء الله القطيع كامل كما كتلاحظوا الإخوان بكامل القوة. هادو اللي كتشوفوهم هنا ناعسين نوضوهم، واخا ما كنحمش أنهم يتصداو. خصني كاملين يكونوا مرتاحين، مكيعجبنيش نخلعوهم ولا شي حاجة. المهم هما كاملين نوضو لكم الإخوان نتوما تشوفوا. وهادشي اللي كاين الاخوان. القطيع ان شاء الله راه كبير. المهم هاد الحضينه هادي لحد هما كيكبروا وانا غنزيد نكبر هادو كما كتلاحظوا الاخوان. هو القطيع ديالنا. وعندي هنايا واحد الفلوس، واحد فيليس، عندي واحد الدجاج هنايا بلدي. والدجاجة فقصات لي واحد الفلوس، ولي فقصات عندها تقريبا شي 16 بيضة. تفقس كتكوت واحد حتى هو مبغيتش نخليه مسكين في هاد الحرارة، في هاد البرد، عفوا في هاد البرد هذا يبقى على برا. وجبتو دخلتو مع هادو. وان شاء الله يا ربي نشوفو حتى هو الريزلتا ديالو كيفاش غيكبر النمو ديالو. ودابا شويه ونشدوكم اخوان ونوريكم. فلوس بلدي وما ما تفرقوش بينه وبين هادو ما شاء الله تبارك الرحمن، بينه وبين الكسكوت الفرنسي بحال بحال. اخوان كما كتلاحظوا انا فيقت شويه الفلوس باش انكم تاخذوا واحد الرؤيه واضحه، تشوفوا الصحه ديالو. اللي هنا غير ناعسين تبارك الله ما شاء الرحمن. او ممكن يقولوا لي بصحه جيده. خوكم ما عندوش زعما واحد الخبره في الدومين، اول تجربه عندي وبديت واحد الكميه ديال 240. كنتمنى ان شاء الله انني يعني الامور ان شاء الله تدوز على ما يرام من احسن وجه، وناخذ ونكتسب واحد الخبره، واحد
واحد الثقة في النفس في مجال التربية ديال الدواجن إن شاء الله يا ربي. ودابا جيت نوريكم الفليليس اللي كنت في بلدي، أنا غنجيب لكم دابا نوريكم. المهم الإخوان ما شاء الله هذا هو الكسكس ديالنا البلدي اللي قلت لكم قصاتو الدجاجة بوحدو ما شاء الله. شوفوا كيف داير، هذا بلدي 100%. عندنا هنا الدجاج بلدي، شوف تبارك الله الدجاج هاهو، شوف كيبان صغير عليهم على حسب انهم ملي جبتوه هو كانوا هادو ديجا عندي واحد 3 ايام، يكون عندهم واقيلا شي 12 يوم، وهذا باقي عاد ديك الساعه بس هو صغير ويناتهم ما شاء الله. كتمتع بواحد اللياقه، واحد كيما معروف البلدي، واحد اللياقه ما فين تلف، كتمتعوا ما شاء الله بواحد اللياقه، واحد المناعه، واحد الحيويه ما شاء الله تبارك الرحمن. والقطيع ديالنا ما شاء الله راه كامل كما كتلاحظوا نشيط جالس مع راسو. وحاولنا اننا نكثروا شويه الوكالات والشرابات على اساس انه فلوس فين ما دار يلقى الماكله، فين ما دار يلقى الماء. خدمنا معاهم الاخوان بالبروغرام ديال على اساس انا بدلت لهم ال1000، ما عطيتهمش ال1000 اللي كانوا يعرفوا بدلتو، درت لهم مضاد السموم واحد 3 ايام، دوزيت لهم واحد شويه، شوف هذوك راهم طاحوا في ديك الوكاله. هذا واحد احد المشاكل اللي كنعاني اخوتي منهم، انه ديما الفلوس كتحلى في وسط الوكالات. عاد خصني نشوف شي حاجه نديرها لهم، ونوريكم اخوتي واش تاخذوا واحد الفكره. وخا ما كنبغيش انني نخلع الفلوس هذوك كل المرات، بس الاخوان تعرف كيما استغلت ديك الشاي هذه كنخدم بها هنا في الكوري، وكنعقل يوميا بجابير والماء. عندي هذيك البومبا ديال اللي كتصوتي الغبره اي بورفو. وبالنسبه للوكالات والشرابات الاخوان كنوصيكم، شوف هذوك اللي طاحوا قلت لكم طاحوا في الوكالات، هادو احد المشاكل اللي كنعاني منهم. كما قلت لكم الاخوان الكسكس ديالنا خدمنا معاه بواحد بروغرام اللي جبناه مع الاخ مزرعه ابو ريان غني عن التعريف، صاحب سلالة الدجاج الفرنسي. وهذا بإذن الله أنه تا هو سلالة ديال الدجاج الفرنسي. وجات جا الرأي ديالي أننا ناخد هاد السلالة هادي مع بعد بزاف ديال المناقشات مع الدماغ ديالي، على أساس أنني مبتدئ في هاد الدومين، أول مرة أنني نقوم بتربية واحد السلالة. كنت الصراحة من أول مرة باغي نربي خليط السلالات يجي الأول، ولكن بعد تفكير عميق لقيت أن الدجاج الفرنسي هذا، وبعد ماشي تفكير، أنني سقسيت وقلبت هنا وهنا وهنا، وعرفت بأن الدجاج الفرنسي ما شاء الله تبارك الرحمن كتمتع بواحد المناعة قوية وكيصبر ونشيط الفلوس، ما كيخليكش أنك تشك فيه، نشيط ما فيه حتى شي عيب ما حتى شي حاجة. كما قلت لكم أخوان جبتو المرة الأولى بدلت له العلف، خدمت معاه بواحد 3 ايام ديال مضاد السموم، دوزيت لهم واحد شويه، كندير لهم 2 مليم في واحد لتر ديال الماء. وجبت كوكسينوفا على اساس انه الدواء، كوكسينوفا على اساس انه النهار الاولاني ولا النهار الثاني يبان لي واحد 3 البصقات بالضبط الاخوان، حسبتهم حيتاش انا الليل كامل كنبقى معاهم، حسبت 3 ديال البصقات حاشاكم ديال الدجاج فيهم الدم. وخافت انك يكون انه الامعاء ديالهم ضرات بان درتلهم اللي عارف. وجبت لهم كوكسينوفا عطيتهم نهار واحد الاخوان، ما كثرت لهمش، نهار واحد عطيتهم مع مضاد السموم في الماء، خلطتهم ودرت لهم غرام في 5 لتر ديال الماء و10 ديال المليم ديال الدواء في 5 لتر ديال الماء ديال مضاد السموم في 5 لتر ديال الماء، خلطت وعطيت لهم يشربوا. وما شاء الله تبارك الرحمن كيبان لي الفلوس انه نشيط، وما زادش انه دار ديك البصقه حاشاكم قلت لكم بانها فيها الدم، بالعكس بان لي ان القطيع مزيان. وحبست عليه مورا كوكسينوفا، واليوم ان شاء الله الاخراني غيكون ديال مضاد السموم، على اساس انه عاد دابا 3 ايام باش جبتهم مع الاخ ابو ريان، مع مهدي الاسم ديالو، وقناة ديالو اسم مزرعة ابو ريان عليها صافي ورتقات لي فمي مزرعة ابو ريان. المهم الاخوه خدمت معاه بديك مضاد السموم 3 ايام، وكيبان لي انه تبارك الله نشيط. شوفوا القطيع الاخوان، والناس اللي عندهم خبره شافوا الفيديو ديالي شاركوا معايا وقولوا لي واش الناس انا ما عنديش واحد الخبره فهمتي، يعني غير من الدماغ ديالي. شاركوا معايا الاخوان باتكم شي حاجه ماشي هذيك القطيع ولا شي حاجه ماشي هو هذاك، شاركوا معايا. هنايا كيتجمعوا الاخوان على اساس انه البلاصه خاويه، كيجيو كينعسوا فيها، وملي كيفيقوا ما شاء الله كيمشيو ياكلوا لها، كيمشيو يرعاو هنا 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 هنا.
وهنا ما شاء الله كينعسو كاملين كيتسوداو كينعسو. وملي كيدخل لي الشك صراحة كنجي كنفيقهم، واخا ما كنبغيش أنني نفيقهم، كنقول يا عندك يكون شي واحد وقعلو شي حاجة عندك. هادشي اللي كاين الإخوان. وإن شاء الله يبقى لنا التلقيح ديالو، ساعة نشارك معكم كيفاش نقوم بالتلقيح، ونشارك معكم أي حاجة كتعلق بهذا الدومين هذا ديال تربية الفلاليس ديال الكتاكيت. ونشوفو هاد الدجاج الفرنسي واش مزيان، وكيفاش النمو ديالو، وكيفاش المناعة ديالو، واش كيصبر واش لا. كلشي ان شاء الله نبارطاجيو معكم، ودعمونا الاخوان، حنا عاد بدينا في هاد الدومين، وكنتمنوا ان شاء الله يكون التيسير وربي يجيب لنا الخير، ويا ربي ما يتحشمناش الاخوان. هادشي اللي غنطلبو من الله ان شاء الله. صراحة الاخوان، بنادم يفكر يدير واحد المشروع ديالو حسن يبقى خدام مع عباد الله. انا الاخ ديالكم من طنجة، تقدروا تكونوا عارفين بان اللهجة ديالي شوية مبدلة. الاخ ديالكم من طنجة وخدام سوسيتي كنسوق كلاك شاريو ايفيلاتور. وصراحة داك الدومين ديال أن نبقى خدام ساليري ماشي ما صراحة ما تما والو. وفكرت أنني نبدا واحد بروجي ديالي خاص نعاون به، وجات الفكرة ديالي هاد الدجاج هذا، بديت توكلت على الله وقلت الحمد لله. بحكم أننا كنمتلك واحد المزرعة نواحي ديال مكناس مدينة أبوراي بالضبط، وما فيها والو، يعني دايرين فيها شجر فلاحة هادي. فكرت أنه نستغل واحد الكوري عندنا هنا ونجرب هاد التجربة ديال الدجاج الفرنسي. شوفوا إن شاء الله يا ربي كيفاش الأمور غتمشي، واش الله يسخرنا في هادشي هذا إن شاء الله. وهادشي هذا واش مزيان، ونشارك معكم كلشي الإخوان، وما نبخل عليكم حتى شي حاجة. اللي كانت أخوتي صراحة نوريها لكم، أنا ما خسرت حتى حاجة. بادعاء جديد في هذا الدومين هذا، وباغي كنكتشف بحالي بحالكم. كانت شي حاجة غنبارطاجيها معكم الإخوان. كانت الأمور مغادة مزيانة إن شاء الله يا ربي، داكشي اللي بغينا. وأنا كنحاول أنه إن شاء الله القطيع كامل 100% يعطي 100%، ما يضيع لنا حتى شي فلوس إن شاء الله بإذن الله. ومراقبة كاينة، الدواء كاين، الماء مزيان كيتبدل، الشرابات الإخوان راه كل 3 ساعات كيتبدلوا، الماء كيبقى نقي كما كتلاحظوا الإخوان. الوكالات كذلك حاولت أنني ندير لهم واحد كراطن من التحت باش كنعديهم شوية على النجارة، وما كيوسخوهمش الإخوان بالنجارة كما كتلاحظوا. هاي واحد كرتونات تحت الوكالات والشرابات، أنه حتى هاديك الكرتونات كيعاونوا أنه ما يتوسخش. كنحيدهم كنلوحهم كتبقى النجارة شوية نقية. هادشي اللي كاين الإخوان. شوف القطيع ديالنا هنا ناعس مجبد مع راسو كيرتاح باش ينوض أنه ياكل ويشرب، ويعطينا ان شاء الله واحد المردوديه باذن الله، وما نتحاشموش باذن الله. والاخوان شكرا بزاف، كان هذا اول فيديو عندي في القناه ديالي، وكنتمنى منكم الدعم والتشجيعات ديالكم الاخوان. والله يجيب التيسير، والله يرزق اي واحد الاخوان، يسهل على اي واحد كيفكر انه يدير شي حاجه ديالو. الله يجيب لنا التيسير الاخوان، وشكرا بزاف.